يا جماعة، يا جماعة، انا ما بشتغلش مع بروكرز، اوكي؟ واتمنى ان مفيش اي بروكر يتواصل معايا، لان بجد الموضوع بقى يعني مرهق والله العظيم. يعني انا كده كده مبلغه التيم مفيش اي تواصل مع اي بروكر، اوكي؟ فبطلوا تتواصلوا معايا اصلا، انا ما بشتغلش مع بروكرز، اوكي؟ لو حد عايز رايي في البروكر ففي بايبت، تقدروا تكونوا بتستخدموا بايبت. هعمل فيديو على اليوتيوب ازاي تكونوا بتستخدموا بايبت. لكن انا ضد التعاون مع اي بروكر سبيشالي في الوطن العربي. I would never do that. اولا في معايير لاختيار البروكر، اوكي؟ وانا المعايير دي اهمها هي فكره الريسك مانجمنت. انا هثق ازاي في بروكر ممكن يكون اصلا موجود بقاله سنه سنتين 10؟ اوكي، الفكره كلها في ان البروكر لما بيبقى موجود جلوبال على الاقل الريسك ده بيقل، بلس ان بايبت عليه يعني انواع مختلفه من الاسيتس تقدر تكون بتتداول البورصه الامريكيه، الذهب، الفوركس، الكلام ده كله. والله العظيم ما شغاله معاهم، يعني انا ما ببعتلكوش مثلا اقول لكم ادخلوا من الريفيرال لينك بتاعي، تقدروا تكونوا بتستخدموه عادي لوحدكم، اوكي؟ فهي الفكره كلها في الثقه والامان، مفيش مشاكل في السحب والايداع والكلام ده كله. لكن انا كل الناس اللي تواصلت معايا واللي عملت معاهم ميتينجز، اوكي، كلهم اوريدي البيعه بتاعتهم اصلا هدفها ان هي تكون بتستفيد من الناس، اوكي؟ ان حد يدخل يحط اسد برقم معين فهم يدوني عموله او كده على الكلام ده. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ اوكي، بلس ان الناس كلها، يعني انا اوريدي البروكرز اللي كلموني دول كلهم لما عملت عليهم سيرش على جوجل، كلهم الناس بتلاقي مشاكل في حته السحب والايداع، وفي ناس بتبقى نايمه تلاقي صفقات اتفتحت وخسرت وبتاع. فايه الهبل ده؟ وبعدين انا عمري ما هكون برشح حاجه لحد يكون اصلا البيعه بتاعتهم معتمده على الرفعه الماليه. انا اغلب البروكرز اللي تواصلوا معايا كلهم كانوا بيتكلموا في فكره ان هم عندهم رفعه ماليه ما اعرفش لحد اكس 100 اكس 200 اكس 300. انا اصلا بقول للناس بلاش تشتغلوا بالرفع الماليه والكلام ده، هبقى ببيع انا البيعه دي